وانا بتكلم دلوقتي عن الاهلي تحت قيادة الدنماركي ياس سوروف في اول مباراة ليه في دوري ابطال افريقيا قصاد فريق ايجل نوار البروندي. ما نقدرش ندي حكم او انطباع عن المدرب، لكن احنا بنشوف ان هو بيلعب كرة متوازنة، وبنشوف الاهلي بيحاول ان هو يقدم افضل اداء عنده. لكن المرحلة اللي جاية هي اللي هتبين الفكر والتكتيك بتاع ياسروب مع الاهلي والشكل الجديد للنادي الاهلي تحت قيادته. لكن بحس ان مباراة النهارده، المباراة اللي انا بتكلم فيها دلوقتي، الاهلي ما بين الشوطين ومتقدم بنتيجة 1-0. بحس ان المباراة دي عاملة زي مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري في دوري ابطال افريقيا في 2022. المباراة اللي الاهلي بدأها برأسية محمد عبد المنعم وختمها برضه برأسية محمد عبد المنعم. فيا ترى هل ياس روب هيكون زي مارسيل كولر في بداياته مع النادي الاهلي، وان هو الاهلي هيبتدي يستعيد توازنه مرة تانية، ولا هتفضل المشكلة مستمرة مع الاهلي مع المديرين الفنيين الاجانب اللي جوله في الفترة الاخيرة؟